النهارده بقى قلت اعمل ايه غدا. طبعا ما فيش لا لحمه ولا فراخ، مش عايزه اكل لا لحمه ولا فراخ ولا سمك. فرحت عامله الطبق اللي انتوا شايفينه ده، طبق جميل جدا. انتوا مفكرينه بقى كباب وكفته والكلام ده؟ لا، ده طبق شكشوكه من اللي قلبكم يحبه. ورحت حاطه طبعا جنبه اللي انتوا شايفين ده البنجر بتاع ام سيف. عشان ايه؟ البنجر ده بيخلي الناس عندها دم، فكل ما تاكل بنجر كل ما يبقى عندك دم. طبعا البطاطس المقلية دي عملتها وحطيتهم. وقعدت كده انا ايه، قلت انا هاكل 3 رغيفة الرغيف يعني صغير قوي. حطيت 3 رغيفة من الصغيرين دول. والله والله انتوا هتشوفوا هاكل كام رغيف، عشان تعرفوا ان انا الايام دي نفسي مسدودة. نفسي مسدودة عن الاكل، وباكل بالعافية. بس يلا مش مشكلة. المهم زي ما انتوا شايفين كده، قاعدة لوحدي وباكل وشوية كده، وهقوم اعمل كوباية شاي بالقرنفل وايه، وهقعد كده مع ربنا. احلى قعدة ان انت تقعدي وانت حاسة ان ربنا جنبك. احلى قعدة ان انت تقعدي كده وانت في حالة استرخاء، لا في حد عايز منك حاجة ولا انت عايزة حاجة من حد. دي القعدة اللي اسمها ايه، القعدة الملوكي. لكن موضوع الاكل ده اي حاجة لما تكوني جعانة البطن ما بتشكرش يا جماعة. كلتي بطاطس مش هتشكر، كلتي كباب مش هتشكر. فاحنا بنحط ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وناكل. اما انا بقى حطيت طبق البنجر ده قدامي ليه؟ عشان حاسة بنفسي الايام دي هفتانة وما عنديش دم. قلت احط طبق البنجر ده بقى. فاهمين؟ البنجر ده بيعمل ايه؟ بيزود نسبة الهيموجلوبين في الدم. وعشان كده الأطباء بينصحوا مرضى الأنيميا إن هم ياخدوا ياكلوا من ضمن الأكلات البنجر. فتفضلوا معايا، كلوا معايا أو اتفرجوا معايا على الأكلة الجميلة دي. أحلى من أي أكلة والله. وطول ما انت بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيبارك لك في كل حاجة. طبعا انا خلصت البنجر زي ما انتوا شايفين كده. وهقوم الم السفرة، وهعمل كوباية شاي زي ما انتوا شايفين كده. والحمد لله رب العالمين.